صباح الخير. انا النهارده معايا 2 ريفيو. مورش توباكو باتر سكوتش وبلفيك اللي هو كيوبن سيجار. ليه انا حطيت الاتنين مع بعض؟ لانه انا كنت جربت باتر سكوتش قبل كده من براند تاني، هبقى افتكر هو ايه، بس كان طعمه مختلف تماما عن ده طعمه اقرب للكيوبن سيجار بتاع بلفيك، بس هو احسن. ليه بقى؟ بلفيك صحيح ده 0.6، بس كان حامي قوي وطعمه عتيق جدا، يعني طعمه تقيل، الفليفر فيه تقيل، لو انت بتحب الحاجات دي تمام. موريش ألطف، بس طعمه مش باتر سكوتش يعني. انا عندي هنا من الليكويد فيه، خليني كده اجربه. انا مش حاسس ان هو باتر سكوتش، يعني ما فيهوش الفليفر بتاع الباتر سكوتش. هو اقرب للكيوبن سيجار جدا، مش وحش، بس هو يعني مش الفليفر اللي انا كنت متوقعه. مش محلول، يعني مش مسكر كده، مش هتجزع منه، بس هو قافل شويه. مفهوش الفليفر بتاع الباتر سكوتش المسكر او الكراميل اللي في الاخر ده، مختفي خالص. الدخان حلو، مش حامي زي بلفيك كان حامي جدا. وعندي كمان منه اللي هو البيستاشيو. بلفيك البيستاشيو ما عجبنيش انا بصراحه، بلفيك ما عجبنيش خالص. ده ككيوبن سيجار فليفر ده ممكن يتبراند ككيوبن سيجار. فانت لو هتجيب، لو انت بتدور على بتحب حاجه مسكره او فيها افتر تيست مسكر، ما تروحش مع ده خالص. لو بتحب الكيوبن سيجار والتيست بتاع السيجار، مورش هيبقى لطيف جدا بالنسبه لك.